لابورتا يتحدث لأول مرة بشكل علني عن نقطة ضعف تشافي، ويهينه بكلمات قاسية لا تصدق. خرج رئيس برشلونة خوان لابورتا ليفجر مفاجآت من العيار الثقيل ويصدم الكتالونيين حول الأسباب الحقيقية لتخليه عن تشافي هرنانديز. ظن الكل أن تصريحات تشافي التي انقلب فيها 180 درجة من رجل إيجابي لشخص سلبي يرى أن إمكانيات فريقه المالية لا تسمح له بالمنافسة على الألقاب مع الغريم التقليدي ريال مدريد هي الدافع الوحيد لرحيله عن قلعة البلاوغرانا. لكن لابورتا ضرب بكل هذه التصورات عرض الحائط وكشف عن عدد من الأسباب الأخرى الصاعقة والتي ستجعلك بدون أدنى شك في قمه الذهول. الرئيس أهان تشافي جملة وتفصيلا ولم يكن أبدا رحيما به، بل إنه لم يأخذ حتى بعين الاعتبار ما قدمه للفريق من إبداعات ومجهودات جبارة حين كان لاعبا يضرب به المثل في خط الوسط، إنما دمره بكلمات يبدو أنها رسالة واضحة لنهاية درامية ناتجة عن مجموعة من التراكمات المجنونة والخارجة عن النص. الرجل الأول في برشلونة لم يخفي أي تفاصيل، وجعل الإعلام وكل المناصرين في دهشة غير مسبوقة على عدة أصعدة، فحتى أكثر المعادين لتشافي لم يتوقعوا ذلك منه. فعن ماذا نحكي تحديداً؟ ما هذه الجمل الجريئة والمدمرة تماماً لتشافي ولكل ما قدمه خلال فترة إشرافه على الإدارة الفنية للبارسا؟ ولماذا قام لابورتا بذلك في هذا التوقيت بالذات؟ لابورتا جرد أكثر الأخطاء الفادحة التي وقع تشافي فيها هذا الموسم، والتي كانت حسبه قاتلة وأدت لغرق السفينة. ولم يكتفي بذلك فحسب، إنما انتقد حتى أساليبه وإمكانياته في تحضير فريق ما، معتبراً إياه بعيداً تماماً كل البعد عن الاحترافية. وأوضح الرئيس: تشافي لم يحضر الفريق بالشكل المثالي على المستوى البدني، فليك سيقوم بعمل واضح وهو جعل الفريق احترافيا. لقد كنا نفتقد للاحترافية والتحضير البدني الجيد، وسيحسن من ذلك الأمر الرجل. انتقد كذلك توظيف تشافي للنجم البرتغالي جواو فيليكس، حيث قال لابورتا: أنا سعيد بالموسم الذي بصم عليه جواو فيليكس، كان بإمكانه أن يقوم بما هو أفضل، لكنني سعيد به. أنا سعيد بليفاندوفسكي ورافينيا، لكن هناك إصابات أثرت علينا مثل إصابة فيران وإصابة غافي التي غيرت كل شيء. لابورتا عاد أيضا لتسيير تشافي لمباراة باريس الحاسمة في ربع نهائي دوري الأبطال، مؤكدا بلهجة شديدة أن تشافي فشل في تسييرها فنيا، وقال: طرد أروخو لم يكن حاسما، بل أننا لم نحسن التعامل مع المباراة وأدارتها فنيا. كان باريس يحتاج لتسجيل 3 أهداف، وهو وضع مريح حتى لفريق ب10 لاعبين، لكننا فشلنا تكتيكيا. وبهذه الكلمات فإن لابورتا وضح كل الثغرات ونقاط الضعف التي تراكمت فيما بعد مع تصريحه المخيب للآمال، وجعله لا يتردد في التخلي عن تشافي، وواضعا في نفس الوقت الثقة الكاملة في فليك ليكون مستقبله أفضل ودون هفوات قاتلة مماثلة.